صباح الخير. يلا النهارده ان شاء الله هنعمل غدوه جميله لذيذه جدا، شهيه قوي، طعمها حلو قوي، بسيطه جدا. تعالوا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونبدا مع بعض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميله جدا وطعمها حلو قوي وسهله جدا وبسيطه. طاسه على النار، هضيف فيها معلقه زبده او معلقه سمنه، وهنزل عندي بصدور فراخ مقطعه قطع صغيره. لازم نديها الاول صدمة على النار قبل ما نضيف بقية المكونات. الصدمة دي بتخليها طعمها احلى، زي ما تكون شاورما ونكهتها بتكون افضل. هنتبلها عندي معلقة فلفل اسود، معلقة كركم، معلقة ملح. بلاش التوابل الكتير، التوابل الكتير بتضيع طعم اللحمة وطعم الفراخ. بعد ما الفراخ استوت هضيف عليها بصلاية كبيرة مبشورة، جزراية كبيرة مبشورة، وهقلبهم كويس مع بعض لحد ما تستوي. هفضل اقلب كده لحد ما يستوي، او ممكن اغطيها بغطا واسيبها 10 دقايق لحد ما تستوي كويس جدا. كده خلاص استوت معايا. هجيب عيش سوري او ممكن كريب وابدا احشيه بالخلطه دي. الخطوات كلها بطريقه سهله جدا. هتني العيش وهضيف الفراخ في النص وهطبقه بالشكل ده. وادي واحده كمان بسهوله جدا. العيش السوري طعمه حلو قوي ويبقى سهل معانا، سواء طبقناه او عملناه رول. هنا انا مجهزه بشاميل، كوبايه لبن، معلقه دقيق، وبيضه. هبدا اضيفه هنا كده فوق العيش بالطريقه دي، وازينه بحبه جزر، وهندخله الفرن يستوي. ممكن بدل الجزر نضيف حبه البركه او سمسم، الاتنين هيكون شكلهم جميل. وندخلها على فرن سخن تستوي كويس جدا من تحت. ممكن نشغل الشوايه عشان تاخد لون. انا هنا كنت مستعجله، شغلت الشوايه بس وخدت لون جميل جدا من فوق. شايفين شكلها تحفه ازاي؟ قطعيها وقدميها بألف هنا، هتعجب ولادك جدا وهتدمنيها اكيد. اتمنى تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.